في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية وتحديدا اسم النساء والتوليد رزقت إحدى الأمهات بمولودها الأول، وكانت الأم في غاية السعادة والسرور، ده بسبب وصول مولودها الأولاني للدنيا بخير. ولكن كان عند الأم بعض التخوف الطبيعي، ده بسبب إنها لسه حديثة العهد بموضوع الأمور، وإن الأمور مبهمة قدام منها. فبطبيعة الحال كانت بتسأل الناس الأكبر منها عشان تستفيد من خبراتهم وتجاربهم. وللأسف كان في منهم بعض الجهلة اللي دلوها أو ضلوها بغير علم إنها توقف رضاعة طبيعية وتبدأ رضاعة صناعية، ده بحجة إن الرضاعة الطبيعية هتمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وإنها هتزود من وزنها، وإنه كده كده أصلا لبن الأم غير كافي للرضيع. فيا ترى قرار زي دوت الأم لو خدته بدون الرجوع لدكتور أطفال هتكون إيه عواقبه السلبية على الأم والطفل؟ ويا ترى إيه أصلا أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم؟ دي نوعية الأسئلة اللي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. السلام عليكم، كيفكم يا رفاق؟ أنا كريم ودي حلقة جديدة من غارة طبية. في البداية كده، إيه هي الرضاعة الطبيعية؟ الرضاعة الطبيعية هي الطريقة المثالية لتغذية الرضيع أثناء مراحل نموه الأولى. ليه؟ لأن الرضاعة الطبيعية تقدر توفر للطفل البروتينات والكربوهيدرات والدهون والعناصر الغذائية الأساسية واللازمة لنموه بطريقة سليمة. وده ردا على الناس اللي بيقول لك إن الرضاعة الطبيعية قليلة أو لبن الأم في الأول بيبقى غير كافي للرضيع. معلش بس سؤال بسيط، هي معدة الطفل بتبقى قد إيه؟ أو معدة الرضيع بتبقى إيه في مراحل نموه الأولى؟ صغيرة. فمعلش إحنا ملناش دعوة بقد إيه لبن الأم، إحنا الأول نبص على معدة الرضيع كلها قد إيه. دي أول حاجة. تاني حاجة، بسبب إن لبن الأم بيوفر للطفل البروتينات والعناصر الغذائية اللازمة، فنسبة إن الطفل يشتكي من معدته وإنه يحصل فيه اضطرابات للجهاز الهضمي بتكون أقل من الطفل اللي بيرضع صناعي. وبالتالي بيكون نسبة إصابة الطفل اللي بيرضع طبيعي، نسبة إصابته بفقر الدم ونسبة إصابته بنقص الفيتامينات بتكون أقل من اللي بيرضع صناعي. كمان وجدوا إنه لبن الأم مهم جدا جدا في صحة الدماغ والجهاز العصبي المركزي، وكمان مهم جدا تطور البصر خاصة لو الطفل مولود قبل ميعاده. كمان لقوا إن لبن الأم بيحتوي على سم مضاد وعلى مناعة أولية تقدر تحمي الطفل ضد العديد من الأمراض. كمان لقوا إنه لبن الأم يقدر يحمي الطفل من الإصابة بالحساسية. طب لو الطفل اتصاب بالحساسية بتكون نسبة الأعراض عنده أقل من الطفل اللي بيرضع رضاعة صناعي. كمان لازم ما ننساش انه لبن الام جاهز معقم ودافئ، على عكس اللبن الصناعيه اللي لازم ليها وقت عشان نجهزها، ولازم نتاكد ان البرونه نظيفه معقمه ما فيش اي تكتلات ولا اي شوائب. كمان اثناء فتره الرضاعه الطبيعيه الطفل بيبقى حاسس بالامان لانه بيكون قريب من الام. كان ظهر ترند من فتره وهي ان الام مش ملزمه ترضع، ده بحجه ان الرضاعه الطبيعيه المستفيد الوحيد منها هو الرضيع. وده للاسف مجرد اسطوره وحجه واهيه، لانه عمليه الرضاعه الطبيعيه بيستفاد منها كلا الطرفين، الام والرضيع. ازاي؟ ورقه وقلم استكل واكتبها ورايا الفوائد اللي بتستفيديها من عمليه الرضاعه الطبيعيه. اولا، عمليه الرضاعه الطبيعيه بتساعد على انقباض عضلات الرحم، وهذا امر لو تعلمون عظيم. ده اول حاجه. تاني حاجه، الرضاعه الطبيعيه هتوفر لك في الوقت والميزانيه. كمان لقوا انه الرضاعه الطبيعيه بتقلل من نسبه اصابه الامهات بالسرطان وخاصه سرطان الثدي. وبالنسبه للناس اللي بيقول لك انه الرضاعه الطبيعيه بتزود من وزن الام، على العكس الرضاعه الطبيعيه بتستهلك من الدهون اللي اتراكمت عند الام اثناء فتره الحمل. يعني الرضاعة الطبيعية بتنقص من وزن الأم، الوزن اللي زاد أثناء فترة الحمل الرضاعة الطبيعية بتنقصه تاني. كمان الرضاعة الطبيعية بتساعد الأم على الاسترخاء والشعور بالهدوء، دوت لو الرضاعة الطبيعية تمت في الوضع المناسب والصحيح. كمان لو إن الأمهات اللي بترضع رضاعة طبيعية نسبة إصابتهم بهشاشة العظم بتكون أقل من الرضاعة رضاعة صناعية. بس إزاي؟ على الرغم من انخفاض مستوى الكالسيوم عند الأم أثناء فترة الحمل، إلا إن المحتوى المعدني للعظم بيرجع يتحسن بعد 6 شهور من الفطام، ترجع مستويات الكالسيوم الطبيعية للأم زي ما كانت. بل على العكس بيلاقوا ان مستويات الكالسيوم عند الامهات اللي بيرضعوا رضاعه طبيعيه بتكون اعلى من الامهات اللي بيرضعوا رضاعه صناعيه، لانه الرضاعه الطبيعيه بتحمي الام من كسور الحوض. ده غير مع ده كله انه الرضاعه الطبيعيه بتخلي الام عندها شعور بالامومه، ده بالاضافه انه الام بتحس برضا اتجاه التغذيه اللي بتقدمها لطفلها ورضيعها. في النهايه حابين نوضح ان الرضاعه الطبيعيه ديت الفطره اللي انفطرت عليها جميع الامهات، مش مستنيين ان حد يجي يقول لك الام ملزمه ترضع او مش ملزمه ترضع. في النهايه لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك ودور من الصحه وراحه البال. سلام.